أسعد الله أوقاتكم. اليوم حسوي لكم برجر مع الصوص مرة لذيذ، وإن شاء الله رب يعجبكم. طبعا اللحمة المفرومة بعد ما غسلتها وصفيتها حطيت فلفل أسود وحطيت ملح. لا تكثروا الملح عشان لا تطلع معاكم اللحمة مالحة. بعد كده كورت اللحمة بهذا الشكل وأحطها في الثلاجة ربع ساعة ونص ساعة إلين ما أخلص الصوص. بالنسبة للصوص حطيت صاج وحطيت زبدة وحطيت شوية زيت، بعدين أحط البصل وأقلب البصل إلين ما يذبل معايا. بعد ما ذبل البصل معايا راح أحط فلفل رومي، تبي تحطوا زيادة جزر تبي تحطوا أي خضرة على كيفكم. أنا بعد ما ذبل حطيت بس فلفل رومي كنكهة، أو لو حبيت تحطوا بصل أخضر اختياري. بس حط فلفل رومي فقط. بعدين حطيت مرق لحم أو مرق دجاج أو ماجي مع موية حارة. حطيت في ملح، عفوا ملح وشوية ملح ما كثر عشان حاطة ماجي، وحطيت كمون فقط. قلبت المكونات خليتها شوية بس تقريبا دقيقتين على النار، وبعد كذا بعد دقيقتين أو 3 دقايق حطيت كريمة طبخ. هنا بعد ما غليت معايا حطيت كريمة طبخ، أخليها كمان على النار تقريبا 5 دقايق على نار هادئة تغلي معايا تثقل. أبغاها تكون ثقيلة معايا، أبغى الصوص يكون ثقيل عشان لما أغمس البرجر في الصوص ما يكون مرة سايل. لما يكون جدا سايل ما ينفع معكم. زي كذا يكون معايا الصوص ثقيل جدا. خلاص بعد ما تشربت معايا الصوص تشرب معايا مظبوط وثقل معايا أطفي النار. حسوي البرجر حطلعه من الثلاجة وحطيت على الصاج شوية زيت. بعد كده أحط اللحمة بهذا الشكل وأحط عليها ورقة زبدة وأبدأ أضغط على اللحمة. طبعا أنا حطيت كمية كبيرة من اللحمة، انتوا ممكن تحطوا شيء بسيط، لكن أنا حطيت كمية كبيرة من اللحمة. يعني بدل أسوي طبقتين أسوي طبقة واحدة. أحمرها من ناحيتين على نار متوسطة إلين ما تتحمر معايا من كل النواحي. هنا حسويت الصوص البرجر، حطيت صلصة فرنسية وحطيت كاتشب وحطيت مايونيز فقط. أحطها على البرجر وبعدين أحط اللحمة المفرومة. عندكم خاص، عندكم جبنة، عندكم سلطة، أي شيء تحبوا تحطوا إضافات، هذا شيء راجع لكم. أنا بس الإضافات هذه اللي بحبوها عيالي. خلاص وكذا خلصت. طبعا حطيت شوية بصل وبالعافية علينا وعليكم. وطبعا نقطع البرجر من النص وحين أغمس في نفس الصوص. بصراحة الصوص مرة لذيذ، مرة لذيذ. ممكن تسوي الصوص وتسوي لحمة المفرومة اللي هي داود باشا وتحطوها في نفس الصوص، بس تقولوا داود باشا وفي نفس الصوص، وشوفوا كيف اللذاذة. وبالعافية.